سلام. يا سلام. سلام. تخبريني، اعطيني صحن سيجارة. تخبريني انت، يلا. مرحبا يا حلوين، مرحبا يا عيوني، مرحبا يا روح، يا اجمل شي بالكون والحياة عندي. بيطلع عليك اعتذار بطولي، حقكن علي، تقلت النوم شوي. هلا حتى الحجة قبل شوي بهدلتني على التأخير بالنومة. حبيبي يا فهد، يطول عمرك يا رب. أشواق بالأكثر، ولكل أهل العراق الغالين. مو كان لايف بعد الفطور؟ هذا شو؟ هذا بعد الفطور. شو بعد الفطور؟ بكون انتو عم تحضروا مسلسلاتكم، بدقلكم. طيب بدقلكم، بفتح لايف قصدي. شو وقت نشوفك اخي. والله تبشر يا غالي، ان شاء الله بدنا نعمل حفلة ببغداد او باربيل قريبا. هيك تكون حلوة. حبيبتي يا فرح، يوبرني قلبك. انا اشتقت لكم، لك انا كثير اشتقت لكم. احمد حلمي احلى ممثل بالعالم، احلى زلمه بالكون، احلى زلمه بالمجره، اكثر زلمه بحبه نورتني يا حبيبي. ليه ما عم تطلع الحلاق؟ حتى دقنك منكوشه، والله يا تقبرني. برمضان هيك بتصير طاقتك موجهة لغير محل. يعني ما بحس عبالي انزل عند الحلاق، عبالي طاقة عائلية، عبالي احضر مسلسل، عبالي احضر لغنية فيها طاقة حلوة هيك يعني. بتكون الروح. حاسس حالي كثير اصلا. شكلك كثير متغير. ايه حاسس حالي متغير عن قبل، لانه عم نكبر. عم نكبر مع بعض. بلشنا صغار بلا دقن، كنتوا تتساءلوا علي لاني بلا دقن. هلا عم تطلع الدقن معكم، وعم نكبر مع بعضنا ونتطور مع بعضنا. شنو فطرت؟ good question. فطرت كوسة محشي وفريكة. اللهم صل على النبي. شو كمان؟ وعاملة امي فتة مكدوس. هاي بس الشوام بيفهموا علي. فتة مكدوس وفريكة وكوسة محشي وعامل. بس بعدت هذا اللي فطرناه. شامي بليز ردلي المتابعة، الله يوفقك. مالي فاضي، أنا زي مالي فاضي رد متابعة لأحدا. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف كل شي؟ شو عم تسمعوا هالأيام؟ شو عم تحضروا هالأيام؟ مسلسلات؟ لازم تجرب رمضان في مصر، والله يتشرف جرب رمضان في مصر. بيقولوا أجواء الرمضانية بمصر غير شي يعني. تجربة مختلفة وبتكون جميلة كتير. صاير حباب على الدقن الطويلة. أنا حباب بدقن وبلدان، بس انتو ما بتشوفوا. بس أنا مبسوط، علاقتنا بطلت توكسيك مثل قبل. روق. في تحضيرات للمستقبل. في تحضيرات للمستقبل. في الألبوم اللي عم يتحضر، وهلا يعني بنتناقش مع بعض، لأنه في كتير أفكار مشوشة براسي صراحة يعني. وأنا تعودت أكون حقيقي معكم ونتشارك الأفكار والآراء مثل دايما، وبتعطوني رأيكم هلا بشو عم فكر بصراحة. ليه حليون؟ كبران مالي حليون.
سلام. تقبريني انت مي. ايه زكاتك. اشتقنا لك بتونس. قرطاج هالسنة ان شاء الله اذا الله وفقنا. نرجع بنعمل حفلة او عدة حفلات بتونس. وفي عنا اخبار كتير حلوة عن المغرب. شكله في حفلة هاي السنة بالمغرب. وفي عنا ان شاء الله بالكويت طبعا. عنا بالعراق ان شاء الله. عنا هيك شوية شغلات حلوة هاي السنة بعد مرحلة الموسيقى يلي عم نحضرها. إذا بدنا نتشارك الآراء مثل اليوم اشتريت سيارة بلاها، لا مو هي الفكرة، لا مش فكرة نختار الأغاني اللي بدنا ننزلهم، نحن ممكن نتشارك بالفكر والهوية. لأنه صراحة مع الاستمرارية لما عم نقدم فن مرة عن مرة عم بيصير في وجهة نظر مختلفة براسي عن الفن والموسيقى وعن الطرح، يعني كيف الواحد يطرح ذاته بالموسيقى. وما عم يعني ما عم بعرف اخذ القرار 100% صح يلي هو شو اذا بدك الصحي بهالمرحلة. لانه انا بآمن بانه كل مرحلة من مراحل الانسان يعني اللي الانسان بيقدمه بمرحلة من مراحل حياته لا يتناسب 100% ومطلقا مع كل مراحل حياته، خصوصا إذا كان عم يكتب ويلحن. يعني لنفترض لما أنا بمرحلة تشيل وليلى كان في طاقة معينة وشعور معين وظرف اجتماعي معين أنا كان لازم أطرحه بأغاني، فطرحته بما في ينتمي للويل، وطرحته بسميتك سما، وطرحته إلى آخره بعدة طرق. لما جيت على لبنان كان في عندي وجهة نظر بالموسيقى عاطفية طرحتها بيليل العين وصبران وين ودوالي ودكتور وإلى آخره، وملكة جمال الكون. ف بس الأخطر شيء إذا بدكم عم بيصير بهاي المرحلة من الموسيقى هو تبع لما عم بيصير المشروع الفني عموما، عم بحكي هلا بحالة عامة صورة عامة، لما بيتحول المشروع الفني من مرآة يعني من مشاعري، خليني بفسرها أكتر وبسطها أكتر. لو كنت عم بحكي مشاعري لا تتحول لحالة تتوافق فقط مع الترند. لأنه أنا لما بدي غني يا ليل يا العين من بعدك عمر ما هوينا، يعني طبيعي جدا إني ألمس 100 مليون شخص إذا كانت الغنية حلوة قصدي، لأنه الموضوع هو أي شخص ممكن يكون عايشه. بس لما أنا فنان اجتماعي، أنا فنان بتناول قضايا اجتماعية، أنا ما بس بحكي عن الأمور العاطفية. فهذا الشيء شوي بيتحول لخطر فيما بعد، إنه أنا هل بإمكاني أو أنا هل مسموح لي غني سميتك سما هلأ مثلا، ولا لا لازم ضل عم أقدم الغنية الترند بس لانه انا مطلوب مني اجيب ال100 مليون 200 مليون ده. فهمت شو قصدي؟ لانه دائما الضغط الاجتماعي عفوا الضغط المسؤوليه الفنيه بتتحول رقم مع الوقت، وعلما انه انت مش هذا سبب تواجدك، انت سبب تواجدك لانك بتحكي عن قضايا اجتماعيه وعن فن وعن الحب بس بوجهه نظر مختلفه. يعني في اللي بيقول لك اشتقت لك واشتقت لي او يا حبيبي، وفي اللي بيقول يا اعظم انتصاراتي. فهي الفن وجهات نظر بكيف بتطرح الرؤية او بتطرح الجملة. هاي القرارات اللي هلا الانسان اذا بدك لازم يكون عم ياخدها، انه انا بدي اقدم سميتك سما، طيب بدي اقول مطر علينا بريح يوسف يا الله لاني بكرب يعقوب وحقي اللي راح، بدي اكون عم عبر عن نفسي بهي الطريقة. ما بدي غني بس وين بعتي قلبي ولين نسيتي كل شي يا ما قالوا ضاع. حلوين هول بيعطوا امل وطاقة وحلوة هيك وفرفح على الناس وبس، بس في قضايا لازم نحكي عنهم، في اشياء لازم تتغنى. هل انا مسمح لي غنيها؟
بهالمرحلة، ولا لا أنا لازم بس أقدم الترند والفقشة اللي بتمشي على تيك توك؟ اللي بيتابعوا عبود بيعرفوا كتير منيح إنه هو ما فينه يكون هذا الحدا، لأنه أنا مالي فنان بنزل بعمل بنزل بتسوق أغاني يعني. يلا ألو كتاب وملحنين، شو في عندكم أغاني ضاربة أعطوني إياهم بدي غنيهم. أنا بكتبهم وبلحنهم، أنا بدي حسهم. يمكن بدي غني عن الظرف السوري هلأ حاليا، أو يمكن بدي أعبر عن حالة عاطفية أنا عايشها هلأ صعبة. هذا الشي ما في حدا بالكون بيقدر يساعدني لوصله وعبر عنه غير أنتو، لأنه أنتو بدكم تسمحوا لي أعبر عن نفسي، وأنتو بدكم تسمحوا لي أنا أعبر عنكم. أنا بلا ما أنتو تساعدوني والجمهور يدعمني إنه لا نحن ما بدنا تعيد حالك، نحن ما بدنا تضل عم تعملنا نفس الأغاني. إذا الجمهور متقبل إنه لا عبود نحن عن جد ما بدنا تعيد حالك وما بدنا تعمل بس الترند، بدنا تعبر عن نفسك وتعبر عنا وتحكي عن كل شيء، مش مطلوب منك تضلك عم بتجيب بس الترند وال200 300 مليون. علما لربما تخلق معك فكرة غنية اجتماعية تكون مليارية يعني، لأنه ما في حدود للرقم يعني بيحب للفنان. بس أنا عم بحكي عموما، هو لما بتحكي قضايا خصوصية صعب كتير توصل لعامة الناس، لأنه مش كل الناس يعني كل الناس تحس بالحب. بس إذا بدي أحكي عن الوضع فرضا شاب عم بيعاني بمرحلة ما بعد الفن اللي هو أنا، إذا بدي أعبر عن حالي، مش كل الناس حتحس، لأنه مش كل الناس صارت معها حالة فنية وعم تعيش مشاعر ما بعد الشهر، فمش شرط توصل لكل الناس هي القضية. وخصوصا انه انا مستنكر ومستفز ومزعوج من حالة السوق يلي هي تبع انه كله عم بيقدم مادة تتداول تيك توك الا من رحم ربي. انا ما بقدم مادة بدي اقدمها على تيك توك، انا ماني تيك توك. انا بدي اقدم غنية يستشعروها الناس. ولهيك انه انا هلا حاليا عم يعني بحاجة اني اتناقش معكم، يمكن وبحاجة اني احكي معكم. هل انه هذا هو السوق هيك لازم يكون؟ بدنا نقدم قفشة حلوة كل الوقت او بترقص وخلص؟ ولا لا انا فنان لازم ارجع اغني عن الانتماء، ولازم اغني عن الحزن بوجهة نظر مختلفة، ولازم اغني عن المرأة، ولازم اغني عن اي قضية اجتماعية انا حاسة؟ هذا الحكي ما حدا فيه ساعدني غير انتو. اذا بدكم تسمحوا او الجمهور بده يسمح للفنان يعبر عن شو حاسس عن جد بالطريقة اللي هو تماما. صارت كل الاغاني قطقفتي، عملناها غلطة عمرنا بيا ليل ويا العين، ف استساغ هذا الحكي. وهذا الشيء صحي ما له غلط، بس مش صحي انه يصير انه السوق يعني او نحن ما عندنا شيء تاني نقدمه. بس نحن عندنا شيء تاني نقدمه. انا شخصيا عندي شيء تاني اقدمه، دائما عندي شيء تاني اقدمه. بس دائما لما تكون الجديد فيه رهان. طبيعة اي شيء جديد بالحياة هو فيه رهان. فانا كثير عبالي اطرح الجديد وراهن، عبالي اقدم نفسي بطريقة مختلفة اجدد انضج، وعبر عنكم بطريقة مختلفة. انا كبرت ونضجت ورؤيتي الفنية للأمور والموسيقى كتير اختلفت عن قبل، عن زمان. عن جد عبالي أحكي عن الأمور بوجهة نظر تعلمت كتير بحياتي بعد هالأعمال اللي قدمتهم. كان الدكتور صلى سنة وملكة جمال الكون صلى كم شهر، كتر خير الله. عم نحكي عن 230 مليون، هلأ عم نحكي عن شي مليار و300 مليون بظرف سنة تقريبا. يعني كتر خير الله. هذا الشيء كتير مهم،
بس بحاجة نحن ننتقل لمرحلة فنية جديدة، وأنا بحاجة إذا بدكم الجمهور يعطيني الضوء الأخضر إنه إيه عبود نحن عن جد السوق ممل وما بقى بدنا هذا الشي يتكرر، وبدنا تعطينا الشي الجديد، لأنه أنا فعلا عبالي غنيتي تعيش. أنا عبالي أعمل غنية تعيش يسمعوها الناس جيل عن جيل، والجمهور بده يدعم هذا الحكي. أنا ما فيني أعمله لحالي، أنتوا بدكم تدعموني بهذا الحكي. بعيوني لمعت حزن على فكرة. ما بعرف انه الموضوع فلسفي زيادة، ويمكن ما كتير عبالكم تسمعوا هذا الشيء، بس انا ما فيني احطكم برا المعادلة، ما فيني ما قلكم اللي عم خطط له، ما فيني قلكم شو اللي عم جرب اعمله، لانه صعب علي وانا خلقت شيء جديد وتقلد، ومضطر دايما نخلق شيء جديد وينجح ويتقلد او ما يتقلد، بغض النظر عن فكرة يتقلد او لا. اهم شيء فكرة انه دايما يطرح شيء جديد، واللي يطرح شيء جديد دايما في ناس ايه او لا، ما في اجماع. الجديد ما فيه اجماع لانه غير مستساغ، غير معتادين عليه الناس. مين بيدعم هذا الحكي؟ هذا الحكي بيدعمه جمهور مثلكم، اللي ايه عبود نحن معك، بدنا عن جد شيء جديد، بدنا تحكي قصص ما حدا بيطرحها بوجهة نظرك. لانه اصلا نوعيه نجاحي كان ما يعني ما بتشبه الثانيه. يعني بفديكي فرضا هي ديب هاوس ما بتشبه صبرا، ما بتشبه يا ليل ويا العين، ما بتشبه وين ما بتشبه دوالي ما بتشبه دكتور يعني اصلا في هذا الاختلاف الفني اللي انا ضليت اقدمه، وعبالي كفي بهذا النوع من الاختلاف. يعني حتى انا على كل الاصعده كنت هلا بيضربوا لنا اللايف على السيجاره.